ارتفعت أسهم موهبة منتخب المغرب بلال الخنوس كثيرا في الأسابيع الأخيرة، وذلك عقب مشاركته مع أسود الأطلس في نهائيات كأس العام قطر، وبروزه مع فريقه جينوكا البلجيكي. ويبدو أن الخنوس بات قريبا من الرحيل عن الدوري البلجيكي، حيث أشارت تقارير إعلامية مختلفة إلى أن فريقين إيطاليين يتابعان النجم المغربي بشكل متواصل في الفترة الماضية. وعبر الدولي المغربي بلال الخنوس لاعب جينت البلجيكي عن استيائه من هجرة اللاعبين الموهوبين صوب الدوريات الخليجية، مؤكدا أن حلمه يكمن في بلوغ سفح الكرة الأوروبية. وقال الخنوس في حوار له مع صحيفة دي مورغن البلجيكية: رأيت العديد من الشبان في مثل عمري ينتقلون إلى قطر أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات، شبان من أياكس أمستردام أو باريس سان جيرمان، وبعض المغاربة أيضا. وتابع: الكل يقرر مستقبله كما يريد، ولكن عندما تتوفر لدينا الموهبة أجد هذا مخزيا، فنحن بإمكاننا الوصول إلى قمة أوروبا، وكلنا حلمنا دوري أبطال أوروبا، أليس كذلك؟ وواصل حديثه: لا يلعب بلدك كأس أفريقيا كل عام. لقد كانت تجربة استثنائية وأنا سعيد لأنني عشتها. كأس العالم بقطر كان مهما جدا، والاهتمام كان كبيرا، لكن هذه البطولة أيضا تعني الكثير للمغرب. واختتم: لقد كانت المرة الأولى التي يفوز بها المغرب بهاته البطولة، كأس أفريقيا للمنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة. أنا فخور جدا، لقد نجحنا في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس العام المقبل.